من جديد ننتقل إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تقديم النجم الويلزي جاريث بيل. ها هو جاريث بيل مرتديا الرقم 11 قميص النادي الملكي ريال مدريد، سيقدم عرضا بالكرة أمام الجماهير التي احتشدت منذ الصباح لاستقبال نجمها المحبوب الوافد الجديد الذي ينتظر منه الكثير مع النادي الملكي. إذن ها هو جاريث بيل أمام الآلاف من عشاق الميرينجي في ملعب السانتياغو برنابيو. أيضا هذا اللاعب الذي بدأ مسيرته في ساوثهامبتون الإنجليزي ومن ثم في توتنهام إلى أن وصل لتحقيق حلمه، حلم الطفولة، بالوصول إلى أعرق الأندية العالمية ريال مدريد. إذن هو أخيرا يرتدي قميص الميرينجي. عرض بسيط بالكرة أمام الجماهير والتقاط الصور من قبل الصحفيين، العشرات بل ربما المئات من الصحفيين الذين حضروا لتغطية هذا الحدث الذي اعتبره فلورنتينو بيريز تاريخيا في مسيرة نادي ريال مدريد، الذي لعب في صفوفه كثيرون من النجوم، نجوم كرة القدم في العالم. جاريث بيل يبلغ من الطول 183 سنتيمترا، وزنه 74 كيلوغراما فقط. أيضا يمتلك سرعة هائلة جدا في وسط الملعب، يلعب على الطرف الأيسر والأيمن، أيضا يجيد اللعب بالرجل بالقدم اليمنى والقدم اليسرى. إذا لاعب متكامل تقريبا من كل مواصفات النجم الكبير، خاصة وأنه سيكون إلى جانب نجوم كبار أيضا في ريال مدريد، إلى جانب الدون كريستيانو رونالدو. أعتقد أنه الكل يعول على هذين النجمين، سيشكلان حسب المتوقع ثنائيا استثنائيا في ريال مدريد، خاصة وأن النادي يطمح لتحقيق الألقاب وتحقيق اللقب الذي طال انتظاره، اللقب العاشر في دوري الأبطال الأوروبي. هذا ما وعد به جاريث بيل على الأقل، وقال إن هدفه سيكون هو التتويج بلقب أوروبي عاشر مع ريال مدريد. الجماهير متحمسة وألاف حضروا منذ الصباح لاستقبال هذا النجم. فلورنتينو بيريز نجح في تحويل كل الأنظار، أنظار الصحافة، أنظار الجماهير حتى في كل العالم، إلى نجم واحد، ألا وهو جاريث بيل. عندما تحدث وجرى الحديث عن صفقات خيالية، ربما كثيرون لم يكونوا يعرفوا جاريث بيل، لكن الآن هو حديث الشارع الرياضي في أنحاء العالم وحديث الصحافة العالمية. ربما هذا كان أمرا مخططا من قبل فلورنتينو بيريز في إطار العمليات التسويقية والتجارية التي يبرع بها هذا الرجل. الآن أصبح جاريث بيل علامة تجارية من الطراز الفريد على مستوى العالم. هنا والسعادة بادية على جاريث بيل وهو يتجول في السانتياغو برنابيو، والجماهير أيضا سعيدة أكثر بوصول هذا النجم الكبير إلى صفوف الميرينجي. الأيام والمباريات القادمة الكل سينتظر هذه المباريات على أحر من الجمر لمشاهدة هذا النجم إلى جانب كريستيانو رونالدو في خط الوسط، وأيضا اللاعب الإسكو الوافد الجديد الذي أثبت نفسه وثبت نفسه في وسط ميدان ريال مدريد بأداء استثنائي، رغم أنه يعني قدم حديثا إلى ريال مدريد. جاريث بيل سجل مع ساوثهامبتون، لعب منذ 2005 إلى 2007، سجل مع ساوثهامبتون 40 هدفا، أو لعب 40 مباراة وسجل فقط 5 أهداف مع ساوثهامبتون في جميع البطولات، والخمسة أهداف سجلها فقط في
الدوري الإنجليزي. لعب منذ 2000 موسم 2007-2008 حتى الموسم الماضي في توتنهام ل5 أو 6 مواسم في توتنهام. لعب قرابة 100 وتحديدا 186 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل 47 هدفا. لعب مجمل مبارياته مع توتنهام في البطولات المختلفة اليوروبا ليج وأيضا مباريات ودية 208 أو 248 مباراة، سجل في مجملها 60 هدفا لنادي توتنهام. وها هو ينتقل بعد ساوثهامبتون ومحطة توتنهام إلى ريال مدريد. صفقة قياسية إذن في تاريخ النادي الملكي. الكل يتحدث ربما عن هذه الصفقة والقيمة المالية. ماركا تتحدث عن 91 مليون يورو فقط، بينما الصحف الإنجليزية بعض وسائل الإعلام الإنجليزية قالت قرابة 100 مليون يورو. صفقة قياسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لمدة 6 سنوات سيتقاضى جاريث بيل سنويا قرابة 10 ملايين يورو مع النادي الملكي. يبقى كريستيانو هو الأغلى على الصعيد العالمي حتى الآن، ربما مع تجديد عقده سيصل إلى أرقام قياسية أكثر بالنسبة لراتبه السنوي، والذي حسب المعلومات ربما يصل إلى 15 أو 17 مليون يورو لكريستيانو رونالدو. إذن كما نتابع، الجماهير ما زالت حاضرة في المدرجات وتستمتع بحركات وتحركات هذا النجم جاريث بيل، الذي هو بدوره أيضا سعيد للغاية بوصوله إلى سانتياغو برنابيو. كيف لا، وهو هذا الحلم، حلم الطفولة عندما يتحقق، وكيف لا وعندما يتحقق برقم قياسي كبير ربما سيكون الأعلى على مستوى العالم إن صحت الأرقام التي تتحدث عنها الصحف الإنجليزية. إذن أطفال صغار، شبان، كبار السن، سيدات، الكل حاضر في ملعب سانتياغو برنابيو. هذا يؤكد شغف الجمهور المدريدي بفريقهم وبنجمهم الجديد. وي لاف بيل، الكل يعشق هذا النجم رغم أنه منذ ساعات وصل إلى سانتياغو برنابيو. خطف قلوب الجماهير المدريدية جاريث بيل. فلورنتينو بيريث اعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا في مسيرة نادي ريال مدريد، وأكد للاعب أن الجماهير وأن الإدارة والكل في مدريد يتطلع وينتظر الكثير من هذا النجم، وقال له سنمنحك كل الدعم وسنقدم لك المساندة الضرورية من أجل تحقيق النجاحات وتحقيق الألقاب والبطولات.